لو عايزة تعملي طرط كمثرى بارد من غير فرن وكمان من غير صينية طرط مخصوصة وب3 طبقات اقتصادية على الاخر، يبقى شوفي الفيديو ده. اول حاجة هنحتاج ل2 باكت من البسكوت، ودول حوالي 30 بسكوتة وسعرهم 10 جنيه، يعني ولا تعملي كيك وتحطيها في الفرن ولا اي حاجة. وهاخدهم وهطحنهم كويس جدا. بعد كده بقى هزود عليهم حوالي 100 جرام من الزبدة السايحة، يعني حوالي نص كوباية، ممكن زبدة او سمنة الموجود عندكم استخدموه. وهضيف بقى الزبدة بتاعتي على البسكوت المطحون واخدها واكمل طحن. لو مش عندكم كبة او خلاط ممكن تطحنوه بايديكم عادي او تفرفتوه بايديكم عادي وتحطوا عليه الزبدة وتقلبوها فيه، مفيش مشكلة. انا كذا مرة عملتها من غير خلاط قبل كده. بعد كده بقى احط الطبقة بتاعتي واسويها كده بالشكل ده، وبكده نكون عملنا الطبقة الاولى. يلا بينا بقى بسرعة نعمل الطبقة التانية. الطبقة التانية هتبقى طبقة الكريمة، وهنعمل كريمة اقتصادية على الاخر ما فيهاش اي نوع من انواع القشطة ولا اي حاجة. اول حاجة هحتاج لكوبايتين من اللبن، وهزود عليهم حوالي 3 معالق كبار مليانين من النشا. وهقول لكم بقى على السر اللي بيخلي المهلبية بتاعتنا طعمها زي الكريمة بالظبط. بعد كده بقى هضيف حوالي معلقة كبيرة من السكر او معلقتين، السكر حسب الرغبة. وهقلب بقى الكلام ده كله كويس جدا لحد لما السكر والنشا يدوبوا تماما. بعد كده بقى هزود عليهم شوية من الفانيليا عشان تديني بس نكهة حلوة. طبعا ضيفوا اي نكهة انتوا بتحبوها. وهزود عليهم بقى معلقتين كبار من الزبدة، وده اللي هيديها طعم الكريمة الجاهزة بالظبط، وفي نفس الوقت هتبقى اقتصادية. انا فضلت اقلب فيهم على النار لحد لما بقى القوام بتاعهم تقيل كده بالشكل ده، يعني ولا تقيل قوي ولا خفيف قوي، انا بحب القوام يبقى وسط. هصبهم بقى على البسكوت بتاعي، طبعا هسيبهم يبردوا 15 دقايق واصبهم واسويهم كده بالشكل وبعد ده. لما يبردوا تماما هسيبهم في التلاجة لحد لما طبقة الكريمة تتماسك. يلا بقى نروح نعمل الطبقة الثالثة. هقول لكم ازاي تعملوا صوص بتاع الكمثرى في البيت من غير مكونات غالية ولا اي حاجة خالص، بكل سهولة وبساطة، وازاي يبقى متماسك معاكم زي بتاع المحلات بالظبط. هحتاج لقطعتين من الكمثرى. بصوا انا استخدمت في الاول قطعه واحده، حسيت انها مش هتكفي قمت مزوده قطعه كمان. وطبعا هقطعهم لمكعبات كده بالشكل ده، ولازم نشيل القشر لان القشر هيمرر ويبقى طعمه وحش. واخد بقى الكلام ده كله واحطه في كسرول، وبعدين هزود عليه حوالي نص كوبايه من السكر. انا زودت تلت كوبايه ومعلقتين كمان. هزود عليهم حوالي تلتين كوبايه من الميه، ده اول تلت وده تاني تلت. وهقلب بقى المكونات دي كلها مع بعض كويس جدا لحد لما كله يدوب مع بعضه. وبعد كده هزود عليهم حوالي 3 معالق صغيرين مليانين من النشا، وده السر اللي هيخلي الصوص بتاعنا يتماسك. هسيبهم بقى على النار لحد لما الكمثرى بتاعتي تستوي ويبقى القوام بتاع الصوص كده بالشكل ده. بصوا يا جماعه الكمثرى هتستوي وفي نفس الوقت تبقى فيها سنه قرمشه. تعالوا بقى اقول لكم على السر اللي بيخلي الصوص بتاع الكمثرى لونه زي بتاع المحلات بالظبط. انا هضيف باكت من صوص الكراميل، لو عندكم اي صوص كراميل ممكن تضيفوا معلقتين كبار وقلبهم فيه كده بالشكل ده. لو مش عندكم مش مشكله، ممكن تضيفوا معلقه صغيره من العسل الاسود هتديكم نفس النتيجه، بس طبعا بلاش تكتروا كميه العسل الاسود عشان ما تغيرش الطعم. هطلع بقى الصينيه بتاعتي من التلاجة واحط عليها الطبقه بتاعه الكمثرى كده بالشكل ده بالراحه بالمعلقه خالص. وانا سبتها بصراحه لتاني يوم لحد لما تماسكت. بصوا ده شكلها لما طلعت من التلاجة. عايزه اقول لكم الطبقات كلها متماسكه جدا. بصوا يا جماعه انتوا لازم تسيبوها وقت طويل عشان تتماسك، 4 ساعات اقل حاجه عشان تطلع معاكم القطعه متماسكه كده بالشكل ده. عايزه اقول لكم ان والله طعمها احلى من الحاجات بتاعت بره اللي في الكافيهات، وكمان مش مكلفه خالص، دي ب8 قطعه من بره. بصوا بقى الطبقات متماسكه ازاي بتاعت البسكوت والكريمه والكمثرى. عايزه اقول لكم تحفه. هقطعها كده بقى عشان اوريكم شكلها قد ايه هي متماسكه، بس زي ما قلت لكم لازم تسيبوها وقت طويل عشان تتماسك. عايزه اقول لكم ان الصينيه دي هتكفي 7 افراد، لو عايزين بقى تعملوا عدد اكبر هتضاعفوا الكميه وتكبروا الصينيه. لو عجبتكم الوصفه ما تنسوش تعملوا لايك وكمان تشتركوا. باي باي.